انا جاي اوجه رسالة لكل الزملكاوية اللي طمعانين ان الفريق يقف على رجله او حتى يفوز ببطولة. لكن يؤسفني ان انا اقولك ان الزمالك مش هيفوز بولا بطولة في ظل المعطيات اللي احنا بنعيشها دلوقتي. للأسف المعطيات اللي موجودة في النادي دلوقتي من لعيبة او ادارة او حتى جهاز فني ما تخليناش يبقى عندنا امل. ولو جينا بصينا دلوقتي على المعطيات اللي موجودة هنلاقي الادارة سبب رئيسي والجهاز الفني واللعيبه، وده تحديدا في كره القدم. الاداره اللي سابت مشاكل النادي الرئيسيه واتفرغت بس عشان تفرغ النادي من لعيبته ونجومه، امثال بن شرقي وامثال امام عاشور. الاداره اللي على راسها رئيس النادي اللي طلع يتهم اللعيبه انها بتشرب مخدرات وان يهاجمهم وان هم مش هيلعبوا تاني. اداره اللي عجزت عن توفير احتياجات الفريق وفضلت 31 يوم وراحت تسجل اللعيبه في اخر تلت ساعه، وبعد كده بتتهم اتحاد الكوره ان هو متواطئ وانه مش عاوز يسجل لك اللعيبه. وانت حد قال لك ان انت جايب ميسي ورونالدو؟ اما المدير الفني اللي كلنا كجمهور زمالك كان حاطط امال عليه وقلنا ده هو ده اللي هيعدل الميله، اتاري راجع عشان الشرط الجزائي، عشان الفلوس. ارتضى بوضع مفيش اي مدير فني محترم يقبله. اما اللعيبه بقى حدث ولا حرج، اللعيبه اللي تقريبا الجمهور عنده امل انها تسترجل وتلعب، تبقى مغلوبه من فاركو 3-0 وتلاقيه تاني يوم منزل صوره وهو بيعمل عمليه ازاله شعر تحت بطاطه. شفت الرجاله؟ شفت اللعيبه اللي عندها دم؟ هي دي اللعيبه اللي بلاش، هي دي اللي هتعدل الميله، هي اللعيبه دي اللي هتجيب افريقيا في شوال وهتجيب الدوري في شوال وهتجيب الكاس في شوال، ولا اقول لك هتجيب كاس العالم في شوال كمان. بعد المعطيات اللي انا قلتها دي تفتكر يبقى في امل؟ تعالى اقول لك كلمتين هم فيهم الخلاصه، وانا عارف ان في ناس كتيره هتزعل وفي ناس ممكن تشتمني وفي ناس ممكن تهاجمني، بس انا هقول الحقيقه اللي انا شايفها من وجهه نظري. تعالى بقى اقول لك كلمتين اللي فيهم الخلاصه، الكلمتين اللي محدش هيقولهم لك، الكلمتين اللي في ناس كتيره بتخاف تقولهم بس انا هقولهم وامري لله. الاهلي ما بيخترعش العجله، الاهلي عنده مشاكل الدنيا، الاهلي عنده كلاكيه وعنده لعيبه بتهاجم بعض وبيخسر، بس عنده اداره قدرت انها تقفل على الفريق، قدرت انها تخبي مشاكلها. حتى لو الاعلام له دور، حتى لو اتحاد الكوره له دور، بس هم بيعرفوا يديروا معاركهم كويس. ما عندهمش رئيس النادي بيطلع يهاجم اللعيبه ويقول له اللعيبه بتاعتي بتشرب مخدرات او بتسهر. ما عندوش مدير نادي بيطلع يهاجم الجمهور، ما عندوش رئيس النادي بيعمل زي ما هو بيعمل عندك. الاهلي ما بيخترعش العجله، الاهلي عرف يقفل على فرقته، عشان كده هو مستمر، عشان كده هو بيكسب. سيبك بقى من اتحاد الكوره وسيبك من الاعلام وسيبك من الكلام ده كله، حتى لو دول عوامل مساعده، بس الاهلي قدر يقفل على فرقته، وهو ده فن الاداره اللي للاسف ما عندناش منه.